ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد، فيديو جولة في شقتي. الفيديو ده اتطلب مني كتير وجه الوقت اللي انفذ لكم طلبكم واعمل لكم فيديو في الشقة بتاعتي. بصوا هنا كده، انا في داخلة الباب. انا هنا فاتحة باب الشقة وواقفة قدام الباب من بره. انا عندي طرقة صغنونة كده، حوالي مثلا ممكن 80 سنتي او متر، مثلا في طول متر ونص. اول ما بتخشي كده على ايدك اليمين بتلاقي باب الاوضه دي اوضه الاطفال. الاوضه عندي اوضه شبابي، مش اوضه اطفال، مش جايباها اوضه اطفال يعني. وحبيت اجيب اللون البني، لان انا بميل جدا جدا للعفش البني والعفش اللي فيه قيمه. معرفش، هو بيريحني. انا عارفه ان هو ممكن يكون موديل قديم حاليا، بس انا برتاح فيه بصراحة. وعفشي القديم كان كله كده، فحبيت ان انا بقية الشقة تبقى نفس العفش، يعني ما بقاش عندي مودرن وكلاسيك في نفس الوقت. بس فحبيت بقى ان انا لما اجيب الاوضه دي اجيبها بالشكل دوت. وعلى فكره انا جايباها قريب، مش من بدايه جوازي، يعني انا لسه جايباها ما كملتش عندي حوالي 5 سنين تقريبا. بس زي ما شفتوا كده، اول ما دخلته من باب الاوضه حاطه الكومودينو جنب الباب وقدامه السرير. فوق السرير طبعا الشباك والستاره، والتكييف برضو على الشمال. فوق كل سرير حاطه رف كده وحاطه عليه تحف بسيطه. وبين السريرين حاطه التسريحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، هي الأوضة ممكن تكون بالنسبة لناس مش حلوة، أو خلاص بقى الموضة دي راحت. بس أنا بالنسبة لي الأوضة دي عجباني جدا جدا، وبرتاح قوي قوي فيها، وولادي كمان حابينها قوي. بس حاطه لهم فيها شاشة. الشاشة دي كانت ال تي سي 49 بوصة. وحاطه تحتيها كمبيوتر بقى، هو كمبيوتر مش شغال، بس هو انا حطيته في المكان ده بقى من ساعه ما يعني ما جبت الاوضه، فما شلتوش بصراحه. ولادي ساعات بيقعدوا يذاكروا عليه، لان ال- الاوضه ما فيهاش مكتب او كده يذاكروا عليه. بس وده شكل الدولاب بتاعه. بصراحه عجباني كل تفصيله في الاوضه. حتى الشغل ممكن يكون كتير، ممكن يكون بالنسبه لناس بيلم تراب وكده، بس انا ايدي في الاوضه على طول، فالاوضه عندي نظيفه وجميله، وانا برتاح فيها نفسيا، وولادي بيحبوها بصراحه. بس هنا خلصنا اوضه الاطفال بقى، وهنطلع على الصاله. الصاله برضو عندي مش كبيره، هي حجمها معقول وكويس. بس شايله معايا الانتريه، والانتريه بتاعي ضخم على فكره، مش صغير. بس هنا بقى كان ابني قلع الشراب وحطه، وانا وانا بصور، فقلت اشيله. بس هنا حاطه الشوفونيره دي بتاعت اوضه النوم. حط عليها تليفون الارضي، هو مش شغال على فكره، يعني محطوط كده. والراوتر بس، وديكور بسيط كده، والمشترك بقى بتاع التلفزيون. بس وحاطه بين يعني جنب الشوفونيره من اليمتين الاتنين الشجرتين دول. انا عارفه ان هما قدام جدا جدا، بس برضو انا بحبهم جدا، وهم عندي من زمان، فانا مش حابه استغنى عنهم. اما الشاشه بتاعتي بقى هي 55 بوصه، ونوعها توشيبا. بس حطاها جنبها بقى دي الضلفتين دول بتوع البلكونه. بس البلكونه عندي صغيره وعلى مناور، فما حبيتش اصورها لكم يعني، لان الشكل مش حلو قوي يعني، فما حبيتش اطلعه. بس وعامله عليها ستاره، زي ما انتم شايفين كده، ستاره شيفون، وستاره بقى القطيفه التقيله دي برضو عاملاها عاديه خالص، مش عامله فيها قيمه او الحاجات اللي هي الضخمه دي. بس وده شكل الانتريه بتاعي. والكوشن ده بقى انا بوريه لكم اهوت، انا لسه عاملاه جديد. هو انا الحاجه الوحيده اللي بقدر اغيرها في الانتريه كل شويه الكوشن. وعايزه اقول لكم نصيحه بامانه، اللي بيعمل اي انتريه الافضل انك تعملي لون غامق. ثانيا تعمليه ساده خالص، عشان تقدري تلعبي فيه براحتك وتغيري فيه كل شويه. انا بحب التغيير والتجديد، بس طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، انا ما بعرفش اشيل اي حاجه من مكانها بسبب ان المساحه عندي ضيقه. اللي بقدر اغير فيه هو بغير في الكوشن بتاع الانتريه، في مفرش، في سجاده كده يعني. بس وفوق الكنبه دي انا عامله رفين اتنين، حاطه عليهم تحف زي ما انتم شايفين كده، وعندي ساعه فوق. هنا بقى حاطه المروحه، ومغطيه طبعا لان لسه الواحد ما دخلش في الشتاء وكده. وبس. وفي الانتريه حاطه في وسط الصاله كده حاطه النيش بتاعي. ودي الترابيزه بقى، وغيرت الديكور بتاعي لديكور بسيط كده. جبت الصينيه اللي هي بتاعت ايكيا دي، وجبت المفرش ده مفرش هاند ميد. كنت جايباه برضو جديد في العيد. والديكور ده كان عندي
في النيش طلعته ايه وقلت اجدد يعني وكده. بس حاجات بسيطة بتغيري بيها بس بتفرق معاكي وبتحسسك فعلا بالتغيير. بس ده شكل كرسي الانتريه. هو الانتريه بتاعي كابوتونيه. الانتريه ده معمول عمولة مشتريه جاهز. بس انا مكلفاه حلو جدا. وعايزه اقول لكم ان خشبه كويس جدا وتنجيده حلو قوي قوي. الانتريه بالذات لما تيجي تعمليه الافضل ان انت تعمليه عمولة عشان خاطر ايه، يبقى يعيش معاكي اكتر. ودول بقى صور ولادي التلاتة، بنتي الكبيرة جيسيكا وجويس وجوناثان، ودي صورة الفرح بتاعتي. بس طبعا الطابلو برضو قديم بالنسبة لكم، بس بالنسبة لي انا بحبه جدا جدا، وبحب كل تفصيلة في بيتي وبرتاح فيه جدا، وكل حاجة بختارها على ذوقي انا وجوزي، والحمد لله بنبقى متفقين في كل حاجة. وبس كده. بس هنا بقى دي دخلة الطرقة. هنا بقى حاطه الترابيزه الصغنونه دي، حاطه عليها تحف بسيطه واباجوره. الاباجوره دي بتاعت اوضه النوم. بس حطيتها في الصاله لاني ما عنديش مكان جوه طبعا. هشوف اوضه النوم ما فيهاش مكان للكومودينو التاني يعني. بس وشكل السجاده طبعا زي ما شفتوه، دي شكل الصاله كلها. بيتي بسيط وذوقي الله اعلم هيعجبكم ولا لا، بس انا برتاح مع البنيات جدا و... وبحب العفش ده يعني. بس هنا بقى دي الطرقة، حط عليها برضو الستارة كده، واحدة شيفون وواحدة قطيفة. وطبعا قصاد الطرقة دي في باب المطبخ بقى. والطرقة دي عندي تقريبا هي حوالي 3 متر طول عرض كده. لا، الطول بتاعها 3 متر، في عرض حوالي متر. بس تخشي من الطرقة على ايدك اليمين هتلاقي اوضه النوم عندي. هنا بقى ايه، انا كنت فرشه السجاد دوت انا جايباه من فتره بصراحه. بس قلت بقى ايه افرشه في العيد وكده. انا وحدت لون السجاد بالطرقه نفس اللون، فاداني شكل جميل بصراحه ومريح للعين جدا. وجبت السجاد مودرن بقى، قلت اغير ايه من شكل الاوضه شويه. بس على ايدك اليمين وانتي داخله هتلاقي ايه الشباك حط عليه ستاره خفيفه، ونفس الستاره القطيفه اللي عندي بره جايبه منها في اوضه النوم. ده كرسي التسريحه. وحاطه التلاجة هنا بقى. اللي بيتابعني لاول مره، انا ليه حاطه التلاجة في اوضه النوم؟ انا حاطاها لان المطبخ عندي التلاجة ضخمه جدا جدا، فما خدت ما يعني عملت زحمه في المطبخ وكده، فما لقيتش مكان انسب من ان احطها هنا. بس ده شكل الأوضة عندي. أوضة النوم ده الدولاب بتاعي. زي برضو أوضة الأطفال. الشغل شغل قيمة برضو، وشغل كلاسيك شوية، مش مودرن خالص. ما عنديش حاجة مودرن تقريبا غير السجاد. وده شكل التسريحة بتاعتي. برضو انا بحب الاوضه دي جدا جدا. دي اوضه جوازي بقالها معايا 16 سنه وهي بنفس القيمه وبنفس الشكل ده. بصراحة هي أوضة عملية كويسة جدا. ممكن يكون دهنها ايه من كتر المسح والتلميع والحاجات دي في حتت بهتت شوية. بس بصراحة الأوضة عملية جدا وجميلة، وأوضة متينة وكويسة أوي بصراحة. بس وده شكل السرير، وانا حاطه عليه بطانيه لان لسه ما شلناش البطاطين، برضو الجو بيسقع بالليل. وده الشكل النهائي للاوضه. برضو اوضه النوم بتاعتي بسيطه وهاديه كده وانا بحب كل تفصيله في بيتي الحمد لله، وبشكر ربنا عليها، وبتمنى من ربنا ان يديمها نعمه عليا ويحافظ على ولادي اهم حاجه. والحمد لله انا راضيه بكل تفصيله في بيتي وراضيه بكل حاجه عندي بشكر ربنا على كل اللي انا فيه. الحمد لله انا في نعمه كبيره جدا جدا. ربنا يديمها عليا يا رب ويدي كل واحد اللي نفسه فيه. هنا بقى المطبخ جنب اوضه النوم على طول. اول ما تخشي كده على ايدك اليمين انا حاطه ديب فريزر برضو كنت حاطاه الاول في اوضه النوم. ولما جبت التلاجة ولقيتها هتاخد مساحه جامده جدا في داخل المطبخ وكده، بدلت بقى دخلت المطبخ سوري دخلت التلاجة في اوضه النوم، وحطيت الديب فريزر فين في داخلة المطبخ بس. واللي انتوا شفتوها على الجنب دي تحت الحوض دي غسالة الأطباق، هي نوعها وايت بوينت وهي تقريبا 10 أفراد بس. والحوض عندي على الشمال وانتي داخلة. حاطة هنا بقى حاطة الستاند دوت على الحوض او الصفاية دي، معلقة فيها مجات وحاطة فيها معالق وحاطة فيها حاجات بسيطة كده. وبصفي فيها بقى المعالق في الصفاية بتاعتها وكده. وفوقيها طبعا الرشاق او المطبخ.
وبس. ده المطبخ بتاعي شكله من فوق، ده الشكل بتاعه اهوت. الضلفة دي حاطة فيها منظفات وجنبها الرشاقة، وبعد كده بقى رصة بقيت حاجتي في بقية المطبخ من فوق. بس الدنيا عندي بسيطة وهادية في المطبخ، مش حاطة حاجات كتير على الرخامة وشغل الدنيا. آه وده البوتاجاز بتاعي، وحاطة جنبه فيه مساحة كده يا دوبك واخدة التربو بتاع البصل والثوم، وبحط الصينية بقى اللي بقدم عليها الأكل وكده وبس. وطبعا على الرخامة اللي جنب الحوض دي حاطة الكاتل، وجنبيه الشاي والسكر والحاجات دي، وفوقيه كنت حاطة برضو 6 مجات قهوة كده. بس بحاول على قد ما اقدر ان انا احط الحاجات اللي انا بستخدمها كتير قريبة من ايدي. وده شكل المطبخ بتاعي. المطبخ بتاعي ألمونتال، واللون خشبي برضو. انا بحب الالوان الخشبية والبني جدا، انا بعشق البنيات. بس الرخامة بتاعتي حاطة عليها الكيتشن او الخلاط دوت، وحاطة هنا الصويا صوص والكاتشب، ديكور بسيط كده، والميكرويف. طقم التوابل دوت يعني ديكور كده بس. وحاطة طقم التوزيع اللي بستخدمه طبعا قريب من البوتاجاز. وبس المطبخ بتاعي بسيط خالص برضو، وانا برتاح فيه جدا. بس وحاطه فيه مروحه بقى عشان في الصيف الجو بيبقى حر جدا بصراحه، فبضطر ان انا اشغلها وانا واقفه بغسل مواعين او بنظف اي حاجه على الحوض وكده. بس. وفي دخلة المطبخ لو خدتوا بالكم هتلاقوا فيه تربو كده. التربو دوت انا حاطه فيه الداخلي بتاع ابني وكده، لان ما عنديش مكان للبسه بصراحه، فحاطه فيه الهدوم الداخليه بتاعته وهدومه بقى الباقيه مع اخواته في الدولاب وكده. بس. وده الشكل النهائي للمطبخ. شقتي بسيطة وهادية، يا رب بس تعجبكم و... و... وذوقي يكون بيعجبكم يعني وكده. دي السجادة بقى اللي قلت لكم عليها، اللي انا جايباها تبع اوضه النوم وكده. حاطه هنا الكرسي بتاع ابني، ده كنت جايبه له وهو صغير باكله عليه وبس. مفيش حاجه في الطرقه عندي خالص غيره. وهنا بقى الحمام بتاعي. اول ما تخشي على ايدك اليمين كده البانيو. والبانيو طبعا انا مبقدرش استغنى عنه خالص في غسيل سجاد بطاطين اي حاجه. فهو بصراحه مهم جدا جدا في الحمام. بس. وفوق كده في الشباك جنبه السخان، وحاطه المنظم ده بحط عليه حاجات بسيطه كده بستخدمها في الحمام وبس. الفواطه، المرايه حط عليها حاجه الحلاقه بتاعت جوزي، والحوض. وبس. هنا دي الغسالة بقى بتاعتي، وحاطة الجردل بقى المساحة، الحاجات الشرشوبة، الحاجات اللي بستخدمها. والبني دوت ده منظم كده حاطة فيه المنظفات بتاعتي. وبس كده. الحمام عندي بسيط خالص وما فيهوش اي حاجة متعبة يعني، فتنظيفه سهل وكل حاجة فيه كويسة. وبس. المهم لحد هنا الفيديو بتاعي خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون شقتي عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع السلامة. هتوحشوني جدا جدا. باي باي.